هاي المكونات اليالنجي. رح نحتاج حبات بندورة، فليفلة، بصل، ثوم، فلفل أسود، ملح، نعناع. وهي ورق العنب جبت نص كيلو اليوم كرمال لفهم ما كترت كتير، يعني قد لحافة تمد رجليك اليوم الطبخة. وهي البقدونسات ليك وحطيت لهم مي عشان يضلوا هيك خضر. بالبداية رح احط ملح وحط كمان فلفل أسود، وشو كمان رح احط نعناع. هاي رشة نعناع حلوة، ريحة النعناع كمان تازة جبته. هيك بعد ما فرمت البندورة الناعمة هلا كمان رح افرم بصل. هاي هيك البصل نجي بدها خضرة كتير فرح نفرم كل هاي البقدونس. لا اليالنجي بيعملوها بزيت زيتون، بس انا ما متوفر عندي زيت الزيتون، فححط من هذا الزيت. هيك حطينا كمية وفيرة شوي كرمال الباذنجان يطلع عم يلمع. والمكون الأساسي لليالنجي هو القهوة. هلا اليالنجي بدها دبس رمان كتير للأمانة، بس أنا أولادي أمس كبولي إياه فرح حط البقية، يعني رح أخدهم هلا بشوية مي وحطهم. شوفوا هن ضلانين هيك شوي. يعني ما عم ننسى نحط كم سنتوم بيعطوا نكهة طيبة. شايفين والله لو فيني شممكم بالإيد أحسن. لو فيني شممكم قديش ريحة الحشوة طيبة بتشهي القلب والله. هاي الفليفلة الخضراء أنا نسيت حطها، شوفوا حطيتها لآخر الشي. أنا ما بكتر كتير حد لأن ولادي ما بياكلوا حد، وأنا بنفس الوقت عندي مرارة بتوجعني لما باكل حد أو حامض أو هيك. هلا لليالنجي أنا بحط الحمض بقلب الحشوة. أنا رجعت حطيت ملح لأن حسيت ملحها قليل. هيك حمض بحس إنه حاج، يعني بتطلع حامضة شوي مو كتير. شايفين هاي الورق اليوم جبت لي نص كيلو كمان. وهي الباذنجانات شوفوا انا ما قورتهم لسه، بس انه هيك كنت عم جرب المقواره. شوفوا هيك قورت شوي. فهلا شو انا ما راح اقورهم هون بالفيديو، راح اقورهم وهي نتيجة الحشوة. شوفوا لي منظرها. إذا أنتم بتعملوا الحشوة بنفس الطريقة اكتبوا لي بالتعليقات، أو إذا لكم طريقة تانية وبتطلع كتير لذيذة اكتبوا لي كمان بالتعليقات، كمان بحب أجرب طريقاتكم. وشوفوا هلا فتحت ميزة الصور على الفيديوهات، بعتوا لي صور يالنجياتكم ولشوف شطارة متابعيني كيف. المكون الأساسي لليالنجي هو القهوة. السلام عليكم. واليوم شو حنعمل؟ رح نعمل اليوم يالنجي بزيت، يعني محشي بدون لحمة. نحن بسوريا بنقول له يالنجي، وفي ناس بيقولوا له ورق عنب. يلا تعالوا معي شوفوا الطريقة. هاي المكونات اليالنجي. السلام عليكم. واليوم شو حنعمل؟ رح نعمل اليوم يالنجي بزيت، يعني محشي بدون لحمة. نحن بسوريا بنقول له يالنجي، وفي ناس بيقولوا له ورق عنب. يلا تعالوا معي شوفوا الطريقة.